زاوية تنغملت. تعرف قرية تنغملت التي يطلق عليها الزوار غالبا اسم القرية المكسيكية بسبب أسلوبها المعماري الفريد المصنوع من مواد محلية مثل الطين المحكوك والحجر والخشب، كواحدة من أجمل القرى في الأطلس الكبير الأوسط. بنيت زاوية تنغملت في القرن السابع عشر على يد موسى بن يعقوب البقمازي، وقد لعبت منذ ذلك الحين دورا مهما في السياقات الدينية التاريخية الروحية والثقافية. ويعتبر الحمام التقليدي الذي يزيد عمره عن 500 عام من أبرز معالم زاوية تنغملت. يقدم خدمات مجانية حصرية للسكان، ويعمل وفق نظام تعاوني مستند إلى العادات القبلية القديمة. كما تتميز القرية بتراث ثقافي متميز يضم مكتبة مليئة بالمخطوطات والوثائق، وتعد من أهم المكتبات في الزاوية بالمغرب. بالإضافة إلى الزراعة، يمارس السكان الحرف اليدوية بما في ذلك صناعة المنتجات من سعف النخيل. وكذلك تنظم نساء القرية أنفسهن في مجموعات تعاونية حتى يعرضن مهاراتهن في النسيج الأمازيغي لإنتاج السجاد والملابس. كما تقدم فرقة قناوة التقليدية موسيقى روحية تعزف غالبا بشكل تطوعي في المنازل أو خلال الاحتفالات في الزاوية. كما تستقبل الزاوية الحجاج من قبائل مختلفة بما في ذلك أولئك من أيت تقلا وأيت بوغماز. وتحيط بالقرية مطاحن الحبوب والزيتون التقليدي ومناطق الدرس، مما يضفي عليها جمالية تراثية رائعة.